يا مساء السعادة، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا طيبين وبخير. يلا بينا نعمل بقى بطاطا مكرملة بطريقة سهلة جدا وطعمها يا نهار ابيض حلوة حلاوة. عايزة اقول لكم ان طعمها لذيذ جدا، من كتر ما هي حلوة هي هتتنسي في الصينية دي في 5 دقايق. واقول لكم بقى على سر، انا عملتها مرتين، عملتها علشان اصور ونزلت لقيت ولادي بيتصلوا بيا ماما هاتي بطاطا معاكي وانت راجعة عشان احنا كلناها. وفعلا ده اللي حصل، طعمها وهم من غير ما نشويها ولا نسلقها، وهتطلعي بطاطا تحفة جدا تدفيكوا في التلج اللي احنا فيه ده. يلا بقى بينا، هاتيلي بطاطا الكمية اللي تريحك. وبجيب بطاطا كده تكون حجمها صغير، ما تجيبيش البطاطا الكبيرة، حجمها صغير. هغسلها كويس جدا واشيل كده القمع اللي من فوق ومن تحت. هاتيلي بقى الصينية بتاعتك ورصي البطاطا، وهاتي كوباية مية وحطيها عليها، ونص كوباية كده من السكر ورشيها عليها. وغطي بقى الصينية بتاعتك كويس جدا وحطيها على نار متوسطة، وسيبيها هتقعد معاكي كده بتاع ربع ساعة، وتفرجي لي عليها. ولو عايزة بقى تقلبيها براحتك، هي ربع ساعة بالنسبة لي كانت تحفة جدا واستوت وبكل سهولة. يلا بقى نقلبها على الصينية اللي لسه نازلة من على البوتاجاز مولعة. بصولي مكرملة وبجد طعمها زي السكر. شايفين شكلها عامل ازاي؟ يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تجيبوا بطاطا وتعملوها.